السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي قناه ديالكم، معكم شروق في فيديو جديد وخبر جديد كما العاده. نتمنى فيه الافاده خوتي خواتاتي. خبر عاجل وخبر جد مهم. كنشوفوا بان اسبانيا كتدخل في اصلاح العلاقات بين المغرب وفرنسا، وكذلك في هذه الصفقه التاريخيه والصفقة المهمة ديال الهيدروجين الأخضر. خوتي خواتاتي، فرنسا إسبانيا وبرتغال كي يصادقوا وكي يمضيوا على أول ممر هيدروجين أخضر رئيسي في الاتحاد الأوروبي. وطبعا كيف ما عارفين الاتحاد الأوروبي هو الممول لهذا المشروع مقابل 2850 مليون ديال الأورو. بقاو معايا خوتي خواتاتي، غادي نطرقوا لهذا الخبر، غادي نشارك معكم الكبيرة والصغيرة كما العادة في هذه القناة المتواضعة على بركة الله. ندخلوا في صلب الموضوع. أول حاجة وأهم حاجة، تحية كبيرة لكم ناس ديالي مي خنتي أينما كنتم. شكرا لكم دائما وأبدا على الدعم، على التحفيز، على اللايك وعلى البارطاج. اللي مازال ما اشتركش في القناة، هذه هي الفرصة باش يشترك، يفعل الجرس باش دائما يوصلوا كل جديد. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم وشاركونا الآراء ديالكم. خوتي خواتاتي، كنشوفوا بأن أطلقت إسبانيا فرنسا والبرتغال أول ممر هيدروجين أخضر رئيسي في الاتحاد الأوروبي. سانشيز وماكرون وكوستا في مدينة أليكانتي الإسبانيا كيوقعوا على هاد نقدروا نقولوا المشروع الضخم الأش دوس ميد ولا أش دو ميد، اللي غادي يكون هو الاسم ديال هاد الأنبوب. طبعا اللي كيف ما قلنا رئيسي ومهم جدا، ولأول مرة اللي غادي نقدروا نقولوا يشرك هاد 3 دول طبعا والمملكة المغربية. ما نسوش يا الإخوان بأن المغرب كذلك يعني دولة مهمة في هذه الطاقة المتجددة، الطاقة الخضراء، طاقة الهيدروجين. كنشوفوا بأن الاتحاد الأوروبي كذلك سند المغرب، وكذلك سند هاد نقدروا نقولوا السوق المغربي في هذا المجال هذا، بحكم المغرب كيف ما عارفين أول دولة في القارة الأفريقية اللي نقدروا نقولوا أبوستا بور هاد الهيدروجين الأخضر، هاد الطاقة المتجددة، طاقة الرياح، طاقة الشمسية، يعني هاد الطاقة الخضراء اللي عندها تكلفة هابطة مقارنة مع طاقات أخرى، وفي نفس الوقت يعني ما كتلوثش البيئة. فلهذا الإخوان كنشوفوا بأن فعلا يعني هاد نقدروا نقولوا الصفقة راها صفقة تاريخية، صفقة جد مهمة اللي كتبين لنا بأن المملكة الإسبانية وقعت وسانشيز وقع على هاد كيف ما قلنا الصفقة بمساندة يعني الاتحاد الأوروبي. يعني الرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا بوندرلاين هي طبعا الممول لهذا المشروع اللي كيف ما قلنا غادي يشارك البرتغال، إسبانيا وكذلك فرنسا. هنا كنشوفوا بأن الدول بثلاثة كيطالبوا من الاتحاد الأوروبي أموالا طبعا أوروبية لتمويل ما يصل إلى 50% من هذه تكلفة المشروع. وكذلك كنشوفوا بأن بروكسل كتوقع على هذا الدعم وكتبين يعني السند ديالها الكامل لهذا المشروع الضخم. ما نساوش بأن كذلك بروكسل وكذلك أورسولا بوندرلاين بحكم هي رئيسة المفوضية الأوروبية كتسند وكتدعم كذلك المملكة المغربية في هذا المجال ديال الطاقة. كنشوفوا الإخوان بأن طبعا بتدخل ماكرون في هذا الأنبوب، ما نساوش بأن ماكرون كان رافض تماما الأنبوب ديال ميدكات، الأنبوب ديال الغاز اللي كان غيربط إسبانيا مع فرنسا لتصدير الغاز طبعا الجزائري وكذلك الغاز المستقبلي النيجيري اللي غادي يمر على الأراضي المغربية. شفنا بأن ماكرون كان رافض تماما وباقي في هذا الموقف ديالو تجاه هذا الأنبوب الميدكات اللي كان غادي يمر على هاد نقدروا نقولوا الأراضي الإسبانية والأراضي الفرنسية. ولكن قبل بهذا ديال الهيدروجين الأخضر كيف ما كنشوفوا هاد اش دوس ولا اش دو ميد، كنشوفوا بأن هذا غادي يمر على مدينة برشلونة
وغادي يجمع برشلونة مع مدينة مرسيليا. هنا كنشوفوا يبدأ أول ممر هيدروجين أخضر رئيسي في أوروبا رحلته بهدف أن يكون جاهزا وكيعمل يعني خدام بكامل طاقته في سنة 2030. يعني كيف ما كنشوفوا بقى هاد 8 سنين كاملة ديال الأشغال باش يكون واجد هاد الممر ولا هاد التونل ولا هاد الأنبوب ديال الهيدروجين. وسيربط البرتغال وإسبانيا وفرنسا ببقية دول الاتحاد الأوروبي في قسمين مختلفين، وسيتطلب الاستثمارات تبلغ حوالي 2850 مليون يورو لبدء تشغيله. كنشوفوا بأن 2500 لقسم الغواصات بين إسبانيا وفرنسا و350 لقسم بين البرتغال وإسبانيا. أعلن ذلك رئيس الحكومة بيدرو سانشيز طبعا اليوم جمعة في مدينة أليكانتي بعد القمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، والتي شارك فيها كذلك رئيس الجمهورية طبعا وكذلك المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين. وهي الطريقة التي تم بها تعميد هاد أشدوس ميد يعني هاد الأنبوب. سيكون مشروع عملاق الذي تقوده طبعا الدول بثلاثة اللي هما البرتغال إسبانيا وفرنسا، قادرا على نقل 10% من التوقعات لاستهلاك الهيدروجين الأخضر في الاتحاد الأوروبي في سنة 2030 حوالي 2 مليون طن طبعا سنويا، وفقا للحسابات التي قدمتها نقدر نقولوا الدولة الإسبانية ولا الرئيس الإسباني. ستقدم مدريد وباريس ولشبونة إلى المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة ترشيح المنتج المائي الجديد ليتم اعتباره مشروعا وبالتالي يكون يعني مصلحة مجتمعة ومشتركة مؤهلا للحصول على أموال أوروبية يمكن أن تمول ما يصل إلى نصف التكلفة الإجمالية من الخطة. فلهذا الإخوان كنشوفوا بأن حتى نقدر نقولوا الرئيسة الإيطالية كترفض هاد القضية، يعني هي بغات يعني تشارك في هذا الأنبوب كيف ما قلنا الأنبوب ضخم، ولكن طبعا سانشيز رفض تماما. كنشوفوا بأن اللقاء كان لقاء جد مهم، وكيف ما شفنا يعني المغرب دولة مهمة في القارة الأفريقية وفي شمال أفريقيا اللي نقدر نقولوا المصدر لهذا الهيدروجين الأخضر. فلهذا يعني هاد الدول هادو غادي يتم يعني نقدر نقولوا صفقات ديالهم مع المملكة المغربية وكذلك دول أخرى. غادي نتكلموا على المملكة المغربية بحكم قرب ديال الدولة مع إسبانيا ومع فرنسا ومع البرتغال، وما نسوش بأن المغرب راه أول مصدر للاتحاد الأوروبي ديال هاد الطاقة هذه، وفي نفس الوقت المصدر للمملكة المتحدة ديال هاد الطاقة الشمسية. يعني الأنبوب اللي كيعمل المغرب بينه وبين المملكة المتحدة راه حتى هو أنبوب كبير تاريخي وضخم، ونقدر نقولوا لأول مرة يعني مرور من تحت المحيط الأطلسي لهاد الأنبوب ولا لهاد الممر سوبمارينو، حاجة كبيرة اللي كتبين بأن المملكة المغربية زادت القدام وما بقاتش المغرب ديال الأمس. فلهذا الإخوان كنشوفوا بأن إيمانويل ماكرون يعني يريد إصلاح العلاقات مع المغرب. ما نسوش بأن في نصف دجنبر غادي توصل وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب طبعا تخطيط هاد زيارة ماكرون للمملكة المغربية يعني لنصف يناير المقبل. وهادشي كامل الإخوان باش يعني المصلحة تكون مشتركة والفائدة تعم على الكل كيف ما عارفين. هذا ما كان، نتمنى كما العادة تعمل الإفادة، اللايك والبارتاج طبعا لهذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وفي حفظه، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.